هو احنا ليه دايما بنربط قلة الأدب وسوء الأخلاق بالمرض النفسي؟ يعني انت لو عندك المدير بتاعك او حد دخلت معاه في اي علاقة اذا كانت شخصية او اذا كانت مهنية وعمل فيك سلوك سيء تقول عليه هو مريض نفسي، ودي حاجة بنسمعها كتير جدا في الحياة العادية بتاعتنا. هنا انا عايز اقول لك ان الكلام ده غلط تماما. لازم نفصل ما بين حد عنده اضطراب نفسي ما وحد سيء السلوك، حد اختار ان هو يبقى شرير. ولازم يبقى واضح قدام عينينا بشكل كويس قوي ان المريض النفسي مش هو المؤذي. تعالى نفهمها كده. هو المريض النفسي هو انسان اتكون عنده اضطراب نفسي بسبب الاذى اللي تعرض له في المجتمع. مين هو اللي بيعاني من الاضطراب النفسي؟ هو الانسان اللي عنده اكتئاب، توتر، قلق، فوبيا، رهاب اجتماعي، اضطراب وجداني. الاسباب بتاعه ظهور الاضطرابات النفسيه غالبا ظلم وقهر وقع عليه من المجتمع واحساسه بالعجز ان هو ما قدرش يرد الظلم ده. فاحنا لو هنرتبها تاني بالعقل، المريض النفسي هو اللي اتعرض للعنف والاذى، مش اللي بذل الاذى والعنف على الناس. فمن فضلك خليك طيب، خليك انسان كويس. مش كل ما تشوف حد مؤذي تقول مريض نفسي. بلاش توجع حد هو اصلا موجوع، والوجع اللي تسبب فيه غيرك هو اللي انشأ له المرض جواه. فكفايه اذى للناس.